السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ شيزان تجدين، وهشترك كتير جدا جدا من الفيديو اللي فات. وشكرا لكل واحد معايا جديد اشترك معايا جديد في القناة ونورتوني، وشكرا لكل واحد دعمني بدعم أهل والدتي وعمل لي لايك. وهنا عندي كيلو الا ربع المكونات بتاع صوص المكرونة بالصلصة. عملني حوالي كيلو الا ربع طماطم، ضفت له التوابل اللي عندي: كمون ناعم، كزبرة ناعمة، بابريكا، وضفت له فلفل اسود ناعم، وضربتهم في الخلاط، واربع فصوص توم. عندي هنا الخضار اللي عندي كله ضربت قطعته. عندي 4 وحدات بصل، حوالي 200 300 جرام بصل، قطعتهم برويزات صغيرة كده، كاروهات صغيرة. وبعدين عندي فلفل برضو نفس الحكاية، قطعتهم. عايزة تعملي فلفل ألوان رومي، ألوان أصفر وأحمر، أنا اللي كان متوفر عندي فلفل أخضر، وضفت له فلفل سبايسي. يعني عملت طاجن واحد سبايسي، والباقي عملته غير سبايسي، لأن الأولاد عندي ما باكلوش سبايسي. فهنا قطعت البصل، وهقطع الفلفل والطماطم. الطماطم يا جماعة دي هضربها في الخلاط. ونورتوني كتير جدا جدا. وعندي الفراخ حوالي عندي نص كيلو، قطعته برضو نفس الحكاية كاريهات. هنا الفلفل قطعته بمزات صغيرة. وعايزة تضيفي، عايزة المكرونة تكون سبايسي، انت براحتك او حسب ميولك انت، وحسب رغبة الاولاد، وحسب ما انت بتحبي. ويشرفني كتير جدا جدا ان انتوا اشتركتوا معايا في القناة. وما تنسوش دعوتكم لأمي وأبويا بالرحمة، وموتانا وموتى المسلمين، وكل سنة وانتوا طيبين. والله أنا فرحانة جدا وسعيدة جدا إنكم دعمتوني. والفيديو الأخير مع إنه كان يعني قعدت فترة طويلة ما نزلتش. وادعولي لربنا يعيني إن شاء الله في حاجات كتيرة في الدنيا. والحمد لله على كل شيء. هنا التوم، التوم ده هفرمه للفراخ. يعني انا قطعت البصل والثوم والفلفل الاخضر. ممكن تضيفي فلفل، ممكن تعملي فلفل الوان، وممكن كمان تعمليها بالكبدة الفراخ، او الكبدة البلدي. هي كذا طريقة لطواجن المكرونة، حسب ما انت بتحبيها. مكرونة قلم اللي هي البنة، او مكرونة المقصوصة، اي نوع مكرونة. هنا عندي الطماطم، ضفت لها ملح، وضفت ليها اول مقطع اتكرر معايا مرتين، ضفت نص معلقه فلفل اسود، لان الكميه بتبقى قليله. الفلفل الاسود ما يكونش سبايسي. معلقه كزبره ناشفه، ضفت بابريكا، ضفت توابل لحمه. عايزه تضيفي مكعب ماجي بتضيفي، وما بتضيفيش خلاص. انا ما بستعملش الماجي كتير في الاكل. هنا عندي الفراخ، وبعدين ضربتها في الخلاط. الطماطم حوالي كيلو الا ربع. هنا عندي نص كيلو صدور فراخ، قطعتهم كريهات كده، وهلفهم على النار زي الشاورما كده، تسويهم كويس. اهم حاجة الفراخ يا جماعة، او اي لحوم ما تنزليش بيها مع الخضار، لازما الاول تستوي، علشان الامراض. وبيبقى فيه سهل، يعني سهلة نقل الامراض، سهولة نقل الامراض اللي هي الحاجات الغير مستوية. فلازم تستوي كويس، ما تضيفهاش على طول على المكرونة. هنا عندي المكونات جمعتها كلها معاكم. الاول هسوي الفراخ. نزلت هنا حوالي معلقتين زيت، الموجود المتوفر عندك ان كان زبدة او زيت. وربنا يعيننا جميعا، ونطلب من ربنا ان يرفع عننا الداء والبلاء والغلاء وسيء الاسقام، ويصلح حال الجميع، وييسر امورنا يا رب العالمين. اول ما الزيت سخن معايا، نزلت بالفراخ، ونزلت بفصين الثوم، وهتبلهم. وما تنسوش تدعموني بدعوة لأمي وأبويا بالرحمة. ويشرفني جدا 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 اشتراككم معايا في القناة. ولو بتعزوني جدا وتدعموني. اللايك ما بيعملش حاجة، هو بس بيرفع لي الفيديو، وتعملوا مشاركة للفيديو.
وبيعلي لي رينج الفيديو. ربنا يكرمكم يا رب ويصلح حالكم وحالنا جميعا ان شاء الله. هنا نزلت بالثوم. هتبل الفراخ. اول ما تلف معايا كده لازم تضيف الثوم الاول، تضيف الثوم مع الفراخ اول ما تاخد تبيض كده معاكي وتاخد غاليه، بحيث ان هي تاخد نكهه معاها. نزلت بالتوابل اللي عندي: كمون، فلفل اسود، لو في متوفر عندك فلفل ابيض. المتوفر عندك كمون، فلفل اسود، عندي توابل لحمه. نزلت لو عندك توم باودر، بس انا ضفت توم فريش المتوفر عندك، ومعلقه بابريكا، وتطعميها كويس. اهم حاجه ان انت تتبلي الفراخ، هتدي نكهه كويسه وريحه جميله جدا وطعم حلو قوي. ودي كمان ممكن تعمليها تضيفي يعني لو عايزه تضيفي فلفل الوان، تضيفي ما المتوفر عندك في الظروف الحاليه دلوقتي. دي بتعمليها، ممكن تعمليها سندوتشات كمان، شاورما مع طحينه، مع تقطعي شويه خضار اللي هو فلفل اخضر وطماطم جوليان رفيع، وتعمليها للاولاد سندوتشات. بس احنا هنا هنعملها طواجن مكرونه بينا اللي هي القلم. وبعدين هسيبها تلف شويه كده، واضيف الفلفل والفها، وكده خلصتها. وكده جهزت الطواجن بتاعتي. هدهن الطواجن بالزيت علشان ما تلزقش معايا. وبعدين المكرونه هنزل بيها زي ما هي، ما هسلقهاش كده. هتدهني الطواجن بالزيت. وفي طواجن دلوقتي ألمونيا بتتباع دلوقتي، او عايزه تعمليها في صينيه برضو مفيش مشكله. انا عملتها هنا في الطواجن. الطاجن الكبير ده هعمله سبايسي، والصغيرين هعملهم كده من غير فلفل حراق. هنا ضفت الفراخ هوزعها كده، وما شاء الله بترمي معاك كمية حلوة وريحتها جميلة جدا. ممكن تعمليها بالكبد الفراخ او الكبدة البلدي برضو نفس الحكاية. تغسليها كويس بالليمون. لا، ما تغسليش بالخل، اغسليها بالليمون وتغسليها كويس وتنقعيها. وبعدين تغسليها تعصري عليها ليمون وتشطفيها كويس. هنا نزلت بالمكرونة وتقطعيها وتعملي وتنزلي بيها. هنا اهم حاجة اللحوم، ان كان فراخ او كبد او اي انواع لحوم، لازما تنزل على النار الاول. ما تنزليش بالحاجة وهي غير مستوية، يعني نية. ده بتجيب امراض وبتعمل ميكروب اللي هو السلومينا، ده اللي بيعمل الامراض في البطن وفي المعدة. فلازما اهم حاجة نراعي الحاجة ديت لانها بتنقل الامراض. وهنا ضفت فلفل سبايسي، وعندي صوص الطماطم اللي انا ضربته، الطماطم فريش مع التوابل، مع حوالي 5 فصوص توم، بيديها نكهة جميلة جدا. التوم لما تضربي التوم مع الطماطم بيديها ريحة وطعم تاني خالص. هنزل بيها كده، هغطيها، وبتزودي شوية مية مع الطماطم وانت بتضربيها، يعني حوالي كوباية مية، وهتغطيهم كده. يعني بتضيفي المكرونة التلتين مكرونة، وبعد كده تغطيه وتسيبي حوالي عقلة صباع، لان المكرونة بتزيد معايا. بتضيفي تلتين الطاجن مكرونة بس، ما بتعليش اكتر من كده عشان ما تنشف، تستوي معاكي كويس وما تبقاش ناشفة. وهنا ديت هزودها كمان شوية بحيث ان هي تغطيها، لان كده الكمية ما كملتش معايا، فانا زودتها تاني. وهدخلها الفرن، اغطيها بسيلفر واديها زيت على الوش عشان تفلفل معايا كده. وريحتها جميلة جدا وخفيفة وكده طلعت معايا. وما كمان الاول بتشغلي الفرن قبل ما تطلعيها. ويشرفني جدا 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 اشتراككم معايا في القناة. وبصي هنا جميلة جدا. هقلب لكم طاجن بس واوريكم الباقي علشان تفضل سخنة معايا. جميلة جدا وريحتها انا اول مرة بصراحة اعملها وطلعت ما اقولكوش والله جميلة جدا. وجربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه، وادعوا لي بدعوة حلوة. وما تنسوش تدعموني. اهم حاجة عندي تدعوا الام وابويا بالرحمة، ربنا يرحمهم ويرحم موتانا موتى المسلمين جميعا. ويا رب يا رب كل حاجة اقدمها تنول اعجابكم.
وكل سنة وانتم طيبين. وانا كل يوم هعمل كل يوم حاجة صنف بحيث ان هو ينفع في حسب متناول الجميع. هنا عملت معاها طبق سلطة خضراء، ممكن يعني تنفع وجبة ممكن في الافطار في رمضان، ممكن غدا للولاد، ممكن عشاء كمان. فجميلة جدا ومفيدة، وفي وجبة غذائية متكاملة فيها نشويات وفيها بروتين وغير الخضار كمان اللي فيها، فهتبقى مغذية جدا وهتديهم طاقة وفي نفس الوقت خفيفة. جميلة جدا، ويشرفني جدا 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 اشتراككم معايا في القناة. وما تنسونوش، ما تنسونيش، انا اسفة، ما تنسونيش بتدعموني بلايك، ويسعدني جدا جدا وتنوروني وتشرفوني. واهلا بكل واحد، بكل اخت وكل اخ، واللي يشتركوا معايا في القناة، وتنورتوني جدا جدا. ومع الف سلامة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة وخير، وربنا يرفع عننا الداء والبلاء والغلاء وسيء الأسقام يا رب العالمين. ومع ألف سلامة، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، أشوفكم على خير. ويا رب كل حاجة أقدمها تنول إعجابكم. ومع ألف سلامة، أشوفكم في فيديو جديد. نورتوني.